بارك للمنتخب المغربي والشعب المغربي والشعب العربي بالكل بفوز المنتخب المغربي والتأهل التاريخي. الحمد لله رب العالمين، شعور لا يوصف طبعا. فريق عربي والحصان الأسود لكأس العالم. حصان أسود عربي خالص، أقدام مغربية أصيلة عربية، والحمد لله. وإن شاء الله هذه البداية وما زال شعور لا يوصف. المنتخب المغربي ما قصر، أدى اللي عليه وأكثر. شكرا لدولة قطر على التنظيم الرائع. سعيد جدا ان منتخب عربي وصل للمرحله دي، ومونديال عربي، انجاز عربي، منتخب عربي، مدرب عربي، كل عربي في عربي، فكلنا سعداء بالانجاز ده. وان شاء الله فرق عربيه بعد كده هتكون في نفس المستوى، وان شاء الله المغرب للنهائي باذن الله. كاين فوق الفرحة، فأنا لحقت هذيك الدرجة على الفرحة. يعني مبروك على المغرب، وإن شاء الله ماشي النهائي، وإن شاء الله المغرب تحمل الكأس. احنا اليوم مسرورين كل العرب، واحنا مسرورين جدا. واليوم احنا العرب تنقولوا احنا بالمغربية هذه البداية، ومازال إن شاء الله النهاية إن شاء الله، ومازال إن شاء الله قدام الخير إن شاء الله. وإحنا عرب إن شاء الله، احنا بحال الأسود الجائعة، ومازال قدام إن شاء الله. شعور لا يوصف الصراحة. اليوم قدم المغرب أداء خرافي إن شاء الله. شعوري للمغرب ألف مبروك، قدمت مباراة رائعة جميلة جدا، وتحية لياسين بونو اللاعب الحارس المرمى العملاق اللي أنقذ المغرب النهارده، كان هو بطل المباراة. وألف مبروك للدولة العربية جميعا كلهم بالكامل. أنا راح أكون مشجع المغرب الأبد، عشان المغرب هو كان أول دولة تكون في هذا كأس العالم دور 16. أول شيء ألف مبروك للمغرب، وإن شاء الله يبيضون وجهنا في النهائي. ألف مبارك لأسود المغرب، طبعا الأداء والتألق الواضح والبارع صراحة. ألف مبروك للمغرب، والله يفرحونا يعني.